خطاب تاريخي للأستاذ فوزي لقجع صدم كل الجزائريين وصدم كل الإعلاميين المصريين اللي بيتكلموا كلام سلبي وغير محترم زي كابتن أحمد حسام ميدو وبعض الإعلاميين المصريين اللي طلعوا واتكلموا على المغرب كلام سلبي وقالوا إن المغرب ما فيهوش تقدم ولا تطور وإن المغرب ماشية معاه بالحظ. ميدو اللي قال كلام زي كده، وشوقي غريب المدرب السابق لمنتخب مصر، وكابتن حسام حسن اللي طلع قبل كده وتطاول على المغرب وقال انا اقدر افوز على المغرب وانتصر على المغرب واعمل الانجاز التاريخي اللي عمله المغرب، وتقليل باين وواضح من الكابتن حسام حسن وميدو من المغرب. اما نشوف المغرب راحت بتاخد كاس العالم للشباب اللي هم دلوقتي بيجهزوه انه ياخد كاس العالم، هو طلع الرابع. ايه ما انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انتوا نسيتوا يا حبايبي ولا ايه؟ ده طلع الرابع في كاس العالم اللي فات، فهم بيجهزوا الجيل ده عشان خلاص ده كسب اسبانيا وكسب فرنسا وكسب الارجنتين وكسب الفطاحل، داس على الفطاحل كلهم، داس عليهم وكسبهم وخد كاس العالم تحت 20 سنه. بيجهزوه لايه بقى؟ يبقى في فيناليستا يعني في الفاينل، يقعد يبقى موجود في النهائي بتاع كاس العالم للكبار على الاقل. اما اولا كاس العالم الا كنا كنفكروا فيها كملاعب وكمباريات تدوم 90 دقيقه، ماشي هي هذه كاس العالم، نكونوا واضحين. كاس العالم بلادنا قلبنا على كاس العالم اكثر من 30 سنه، على إين حاولنا 6 مرات، وأتذكر كجميع المغاربة الآلام والحزن العميق الذي شعرنا به لما تقرر في زوريخ منح كأس العالم لجنوب أفريقيا ضدا على مشروعية الملف المغربي. مشينا في هذا المسار، وهذا البحث على تنظيم كأس العالم فهو يجسد لمنظور استراتيجي لبلادنا هو الانفتاح على العالم، وإلا خصنا نحسبوا العدد نتاع التظاهرات الفكرية والثقافية والعلمية والعالمية التي تنظمها بلادنا كل سنة، وهذا التموقع العالمي ما يمكنش ديروا له تقييم واش ترى واش الماتش واش أولوية. وكأس العالم هي في حد ذاتها واحد الورقة عمل، واحد الخريطة نتاع العمل اللي يتشابك فيها كل المظاهر نتاع التنمية المرتبطة بالبلاد. وهذا الشيء باش نفهموه مزيان راه كاين في البيت، كاين في هذاك الكتاب اللي قدم المغرب إلى جوار البرتغال وإسبانيا، الفيفا وافقت عليه بالإجماع. هذاك الملف هو اللي فيه الالتزامات، وأولى الالتزامات هي القطاع الصحي. باش نتكلموا بالوضوح التام، القطاع الصحي إن لم يكن يستجيب للمعايير الضرورية لا في المستعجلات ولا في العلاجات ولا المتفرجين ولا اللاعبين ولا الفرق، ما يمكنش ننظموا كأس العالم. وملي مشينا نديروا المقاربات، نعم تشيد الملعب نتاع مولاي عبد الله في 15 ولا 16 ولا 18 شهر، نقولوا في أقل من 2 سنين، ولكن راه نهار ملي بغينا نبنيو المستشفى الجامعي في أقل من 2 سنين بنيناه غير على بعد كيلومتر. أنا الملعب نتاع مولاي عبد الله اللي كنشوف فيه مهم هو أنه بناتو الأطر المغربية، بناتو المقاولات المغربية، والعدد نتاعها 100، أكثر من 100 مقاولة ساهمت مغربية ساهمت في تشييد المركب نتاع مولاي عبد الله. وملي بغينا نتكلموا على الكلفة نتاع الملاعب، الكلفة نتاع الملاعب أولا ما كايناش في الميزانية العامة، إلا خديتيو الميزانية ديال العامة المفصلة
غادي تلقاو بان الكلفه نتاع المونديال هي 3 المليار، فيها مليار و600 لو ان سي اف المكتب الوطني نتاع السكك الحديديه، وغادي نشرح علاش، وفيها واحد اقل من مليار تنخلصوه لان اون لوفي خدينا الفلوس من عند لي انستيتيوسيونيل باش غادي نمولوا هذا البناء الملاعب تاع 2030 اللي تقريبا 23 مليار، وغادي نبقاو نخلصوهم على 20 عام. واعتقد جازما بان المداخيل هذه الملاعب تفوق هذه الكلفه نتاع الكراء نتاعهم سنويا. دوك الا بغينا نتكلموا على الملاعب هذه هي الحقيقه. الان المشاريع المرتبطه بالمونديال، وهذا هو اللي مهم عند بلادنا. احنا المشاريع اللي خصنا نديروا اللي بغينا. النهارده بيطلع الاستاذ فوزي لقجع وبيسكت الكل، قال لك احنا مش قمنا الصبح لقينا التقدم والتطور اللي عندنا ده، احنا شغالين من زمان، احنا شغالين على الاكاديميات وبنطور في بلدنا علشان نوصل للمرحلة دي. واتكلم على بطولة افريقيا وقال كل اللي كانوا بيقولوا ان بطولة افريقيا يتم تأجيلها، بطولة افريقيا في موعدها، وتسليم ملاعب المغرب في موعده، وكل شيء في موعده. احنا عارفين احنا بنعمل ايه وعارفين شغالين ازاي. ووصل رسالة لكل الحاقدين ولا كل اللي في قلبهم غل وسواد وكراهية من ناحية المغرب، قال هم لا يمتلكون الا الكلام فقط لا غير، لكن نحن نمتلك الشغل والأداء والسيطرة الكاملة على كل شيء. واتكلم كمان عن التعليم، قال لك مستحيل الشغل والأداء وبناء الملاعب والتجهيز لكأس أفريقيا وكأس العالم والبطولات العالمية، قال لك مستحيل ان التجهيز للبطولات العالمية دي تقلل من تركيزنا عن الصحة والتعليم في المغرب. قال لك تجهيزنا لكأس العالم ولكأس أفريقيا عمره ما كان أفضل من تجهيزنا للتعليم وللصحة وللاهتمام بالمواطن المغربي. قال لك كله شغال، المغرب في تقدم من جميع النواحي، ونتمنى دايما الأفضل لبلدنا. الأستاذ فوزي لقجع شخصية محترمة وشخصية مؤدبة، وبيصدم الجميع بكلامه المحترم، ولا غلط في أي بلد ولا اتكلم على أي بلد بالإساءة ولا قلل من أي بلد. الراجل اتكلم بمنتهى المنطق والعقل. الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها وهو إن المغرب هيواجه منتخب موزمبيق ومنتخب زامبيا، على ما أعتقد هيواجه منتخبين مش أقوى يعني حاجة، منتخبين سهلين جدا على ملعب طنجة، وهيتم افتتاح ملعب طنجة الكبير. يعني المباراة القادمة مباراة تكون يوم 14 نوفمبر ومباراة يوم 18 نوفمبر، وهيكون افتتاح ملعب طنجة العالمي والأسطوري. فملعب طنجة اللي كان الإعلام الجزائري بيقول لك إن ملعب طنجة لسه بدري جدا عليه لما يتم افتتاحه، فضل يقلل من ملعب طنجة ويقول لك ملعب طنجة لسه في شغل كتير ولسه بدري جدا عليه عشان يتم افتتاحه، واتكلموا كلام سلبي جدا على هذا الملعب العالمي والأسطوري وقللوا من هذا الملعب. ملعب طنجة احب اقول لك انه خلاص بعد 13 او بعد 14 يوم بالظبط هيتم تسليم هذا الملعب الأسطوري والعالمي، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء للي في قلبهم غل وحقد وسواد وكراهية من ناحية المغرب، ولا عزاء للي دايما يشتموا ويهينوا ويقللوا من المغرب. عايز اقول لك كمان ان ملحق كأس العالم الافريقي، الملحق اللي هيلعبوه في افريقيا للوصول لكأس العالم هيكون في المغرب، هيكون في المغرب. مفيش بلد افضل من المغرب ممكن يا جماعة تلعب فيها، مفيش. يعني لو دورت في افريقيا كلها، ولو دورت في الوطن العربي كله، ولو دورت في العالم كله، مش في افريقيا والوطن العربي فقط، لا، لو دورت في العالم كله مش هتلاقي بلد زي المغرب انك تقدر تلعب عليه مبارياتك. اجواء رائعة، اجواء على اعلى مستوى، ملاعب على اعلى مستوى، خدمات على اعلى مستوى، بنية تحتية على اعلى مستوى، فنادق على اعلى مستوى، ملاعب للتدريب على اعلى مستوى. عارف عندنا في مصر هنا للأسف الشريف، وأنا بقول للأسف الشديد لأنه للأسف، عارف أنت منتخب مصر اللي هو هيلعب في البطولة العربية
اللي بيدربه كابتن حلمي طولان، اللي مصر اتغلبت من المغرب 2-0 من كام يوم على الاراضي المغربيه والمباراه ما اتذاعتش. قلنا الحمد لله ان المباراه ما اتذاعتش، ما اتذاعتش. عارف المنتخب المصري ده مش لاقي ملعب يتدرب عليه في مصر. كابتن حلمي طولان طلع وبهدل اتحاد الكره المصري وبهدل المسؤولين على الملاعب، وقال بقى انا بلعب باسم مصر وبتدرب باسم مصر وادفع فلوس للملاعب اللي اتدرب عليها. ازاي تخلونا ندفع فلوس علشان نتدرب ودي ملاعب مصر والمفروض ان يكون في خدمات كامله للمنتخبات المصريه؟ شفت الفرق؟ مدرب طالع يهدد بالرحيل من المنتخب المصري ومن تدريب المنتخب المصري اذا لم يعني يكون في يعني يرجع كل شيء زي ما هو. قال لك انتوا مفيش ملاعب بنتدرب عليها يا باشا، مفيش، والملاعب اللي بنتدرب عليها بندفع فلوسها وبندفع حسابها. هو احنا نادي ولا نادي خارجي؟ ده احنا بندفع لملاعب مصريه واحنا المنتخب المصري. شوف بقى في المغرب والله العظيم الانديه بتروح تتدرب ببلاش وتلعب ببلاش، مفيش اي مشكله، والدوله بتساعد وبتساند. المغرب يا جماعه انا قلت كتير جدا نتعلم ونستفيد من المغرب، نشوف المغاربه بيعملوا ايه ونعمل زيهم، نشوف المغاربه وصلوا للمرحله دي ازاي ونحاول ان احنا نوصل زيهم. مش عيب ولا حرام، والله مش عيب ولا حرام ان احنا نتعلم من البلد العالميه والاسطوريه اللي اسمها المملكه المغربيه الشريفه. مش عيب ولا حرام ان احنا نشوف الناس دي بتعمل ايه ونقلدهم. لكن يطلع واحد زي كابتن احمد حسام ميدو ويقول لك المغرب 10 مليون او 9 مليون ويقلل من قيمه المغرب ومن عدد سكان المغرب، ويطلع يقول لك احنا نقارن نفسنا بالمغرب، احنا كنا دايما نفوز وننتصر على المغرب واحنا. ولو رجعنا للمواجهات المباشره هتلاقي ان كابتن احمد حسام ميدو كلامه كله غلط، لان المغرب لعبنا 27 مباراه قدر يفوز علينا في 13 مباراه واحنا فزنا عليه في 3 مباريات فقط وتعادلنا في 11 مباراه. يبقى مين اللي بيفوز على مين؟ ومين اللي بيكتسح مين؟ ومين اللي بيدغدغ مين؟ ومين اللي بينتصر على مين بكل سهوله؟ انا اتمنى ان كابتن احمد حسام ميدو بعد كده يتكلم على المغرب بالادب والاحترام والاخلاق، لان المغرب كبير علينا وكبير على اي بلد عربيه او افريقيه. وفي النهاية كل التوفيق للمغرب، دايما منصورين يا رب ودايما سابقين ومكتسحين الكل، ودايما يا رب في الصورة المغرب شرف وفخر لكل الكرة أو لكل العرب ولكل أفريقيا، وهنفضل ندعم المغرب ونساند المغرب مهما حصل. بيجي لنا كلام سيء جدا، كلام إن احنا نبطل كلام عن المغرب، لكن محدش يقدر يخلينا نبطل، محدش يقدر يخلينا نسكت، محدش يقدر يخلينا ما نتكلمش على البلد الكبير والمحترم اللي هو المملكة المغربية الشريفة. كل التوفيق لكل اخواتي المغاربه، اعملوا لايك شيروا الفيديو في كل مكان، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلك مننا كل ما هو جديد وحصري. شكرا لكل اخواتي المغاربه المحترمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.